السلام عليكم. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. عايزاكم تعملوا لي لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع، وتشتركوا في القناة عشان اكمل الشرط الاول اللي هو ال1000 مشترك، وان شاء الله باذن الله القناة هتكبر بيكم. وشير للفيديو لو عجبك. تمام. تعالوا بقى ندخل في موضوعنا. جالي كومنت على فيديو اللي هو كنت عاملاه عن الحسد، كان تقريبا تاني فيديو انا عملته عن على القناة. تعليق انا رديت عليها في التعليق، لكن انا حابة اوضح لها حاجة في الفيديو هنا ليها ولاي حد بيفكر نفس تفكيرها. هي كاتبالي حسدوكي على ايه او هيحسدوكي على ايه. انا رديت عليها وقلت لها مش لازم اكون حلوة وجميلة او غنية عشان يحسدوني. الضحكة بتتحسد عليها، راحة البال بتتحسد عليها. من خلال الفيديو هنا انا حابة اقولك انتي وكل الناس اللي بتفكر زيك ان ضحكتك وانك تبقي مبسوطة دي بتتحسد عليها. ممكن واحدة تقولك الله ده انت بتضحكي يا بختك، ده انت رايقة، تقومي تشيلي الهم، ضحكتك دي تروح. ممكن تتحسدي على راحة بالك، ان انت مرتاحة، ان انت نفسيتك مرتاحة. ممكن تتحسدي على صلاتك، تتحسدي على صيامك، تتحسدي على تقربك من ربنا، تتحسدي على قراءتك للقرآن. اي حاجة حلوة او اي حاجة يعني بتعمليها في حياتك حلوة في حياتك ممكن تتحسدي عليها. لمتك مع اخواتك ممكن تتحسدي عليها. صحابك الحلوين الكويسين ممكن تتحسدي عليهم. لو ليكي صاحبة كويسة وبتحبك وقلبها عليكي وظهرك وسندك هتتحسدي عليها. لو جوزك بيعاملك حلو هتتحسدي على معاملة جوزك ليكي. لو جوزك بيقولك كلمة حلوة ورحت قلتي لحد ده جوزي بيشبعني كلام حلو وبيقولي كلام جميل هتتحسدي على كده. مش لازم تكوني حلوة وجميلة والناس تحسدك على جمالك وشعرك الطويل وجسمك الحلو. مش لازم تكوني غنية ومبسوطة ولابسة دهب من هنا لهنا عشان تتحسدي. الناس بقت بتحسد على اي حاجة حتى لو صغننة قد كده. اي حاجة بقى بتتحسدي عليها، اي حاجة. مثلا عملتي مشروع ممكن تتحسدي على مشروعك ده. لو حتى فكرت انك تعملي مشروع وقلتي لحد هيتبصلك فيه ومش هيكمل. لو الناس شافوكي فرحانة وعلى طول مزقططة وبتضحكي ومش عارفة ايه وفريش وكده هيحسدوك على ضحكك وفرحك ده. هيقولوا بصوا دي رايقة على طول بتضحك، يا بختها. اتقالت لي يا بختك على طول بتضحكي ورايقة، ده انت شكلك رايقة. فاللي عايزة اوصلهولك من خلال الفيديو ده مش لازم اني اكون حلوة وجميلة، مش لازم ان يكون عيوني خضرة وشعر اصفر، مش لازم ان اكون غنية وقاعدة في فيلا ولابسة دهب من فوق لتحتي عشان يحسدوني. الحسد يكون على اقل حاجة واي حاجة. اقولك على حاجة، ممكن تكوني قاعدة بتاكلي كده لقمة وحد يبصلك فيها يحسدك على الاكل اللي انت بتاكليه، بطنك تتلو. تيجي تاكلي بعد كده كل ما تاكلي، انا كل ما اكل بطني تتلو. باخد علاج قبل الاكل وبعد. قبل الاكل 3 حبايات وبعد الاكل حباية عشان اعرف اكل والاكل ما يتعبنيش. مع اني الاول كنت باكل كويس جدا وباكل حلو جدا، ما يغركيش الجسم ولا الشكل اللي قدامك ده. انيميا 8 والحمد لله الحمد لله
حصل لي تعب ومضاعفات وباخد علاج شهري كل شهر، شريط كده بشتريه كل شهر باخده الشريط ده عشان بعالج حاجات تانية. انا الحمد لله راضية بكل اللي يجيبه ربنا، بس بقولك ان ممكن لقمة تبقي قاعدة بتاكليها كده ويبصلك فيها. لو اشتريتي اي حاجة دي كل يوم بتشتري كذا، دي بتحبي الحاجات دي وبتشتريها، يكرهوكي فيها. انا نص الاكلات والحاجات اللي بتشتري من بره، الحلويات، كل الحاجات اللي زي كده والاكلات وحاجات، انا كرهت نص الحاجات دي. انا في حاجات كنت بحب اكلها جدا 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 انا كرهتها، وفي حاجات اتحرمت منها وما بعرفش اكلها بسبب ان انا تعبان. بسبب اني انا برضو اتبصلي في اكلي وفي عيشتي، فاهمه؟ فانا بقولك مش لازم يعني الحسد يكون على حاجه معينه، ممكن يحسدوكي على اي حاجه، اي حاجه. لو شافوكي كده خارجه انت وجوزك كده بتتمشوا في الشارع، هقولك على حاجه هتضحكك. لو مثلا انتوا رايحين عند الدكتور انت وجوزك مثلا وماشيين مع بعض بتتكلموا وبتهزروا وتضحكوا، انتوا رايحين اهو عند الدكتور، حد فيكوا تعبان مثلا بعد الشر ورايحين تكشفوا، بصوا ماشيه مع جوزها عمالين يضحكوا ويهزروا يا بختهم، وانتوا رايحين لدكتور وتعبانين ورايحين تكشفوا. مش هيبصوا انتوا رايحين فين، هما باصين لان انتوا ماشيين مع بعض وبتتكلموا وبتضحكوا. فاهماني؟ الناس بقى بتتحسد على هدوءها. يعني لو انتي قاعدة هادية كده وساكتة وسرحانة، بصوا هادية ازاي وسرحانة، يا بختها، دي دماغها ما فيهاش حاجة. بيحسسوك ان هما دخلوا جوا دماغك، ما يعرفوش ان انتي قاعدة بتفكري، دماغك مشغولة، سرحانك ده انتي بتفكري في حاجة. حبيت اعمل الفيديو ده عشان اوصلك الفكرة ليكي ولغيرك. متحكميش على حد يا حبيبتي من غير ما تسمعي. انا بس بقول يعني مجرد كلام يعني مقتطفات كده من غير ما ادخل في تفاصيل. لو دخلت في تفاصيل وحكيتلك على حاجات قسما بالله هتعيطي، بس انا محبش انكد او ازعل متابعيني. انتي لو واحدة صاحبة قناة وفيكي هم الدنيا، فيكي تعب الدنيا، حصلك بلاوي كتيرة جدا، لازم تبقي طالعة مبتسمة قدام الناس اللي متابعينك عشان ما تدهمش طاقة سلبية. اتمنى يا جماعة الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد فيديوهاتي. ولو عجبكم الفيديو تشجعوني بلايك، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.